السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على اليوز ترانزيشن هوك، وباذن الله لو ركزت في الفيديو ده مش هتبقى محتاج تشوف اي فيديوهات تانية. فركز معايا وجهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدا الفيديو. بص يا صديقي، عندي هنا في الكود عندي اليوز ترانزيشن اكزامبل از كومبوننت. هنا في تاب وست تاب، ودي عباره عن ستيت الديفولت فاليو بتاعتها about. هنا عندي جي اس اكس كود، عندي هنا تاب بوتن، ده كومبوننت انا بستدعيه، بياخد هنا از اكتف از بروب. وبكل بساطه از اكتف دي بتقول لو التاب بتاعي بي ايكوال about، يعني في الحاله دي ده بترو، هيعمل ايه؟ هيعرض لي، هيشغل لي از اكتف دي هتبقى بترو. اوكي، لو هي بترو، لو التاب about معناه ان انا في صفحه، المفروض ابقى في صفحه التاب دي، فاز اكتف دلوقتي بترو. وعندي هنا ميثود اسمها اون كليك. اون كليك دي بتعمل ايه؟ بتسيب التاب دي للاباوت. سي مثلا انا في صفحه الاباوت دلوقتي وعايز اغير دي صفحه البوستس، فدلوقتي هاجي عن طريق الاون كليك عن البوتون اللي انا هوريه لك دلوقتي، بضغط على الست، على مثلا ست تاب، بيحولني لصفحه البوستس. تاب عاديه جدا هنشوفها دلوقتي، تمام. وهنا طبعا بعرض الكونتاكت عندي 3 تاب، وهنا بناء على ذلك لو هو تاب هيعرض لي الاباوت تاب، ودي كومبوننت عندي. لو هو بوستس هيعرض لي البوستس تاب، لو هو كونتاكت هيعرض لي الكونتاكت تاب. ودي حاجه سهله وبسيطه وعارفينها. تعال نبدا نستعرض الكود بتاع التاب بوتون. زي ما انت شايف كده التاب بوتون ده عباره عن كومبوننت عادي جدا بياخد تشيلدرن. ليه بياخد تشيلدرن؟ عشان انا ببص هنا جوه الكومبوننت about او بوستس او كونتاكت، تمام. وهنا بياخد المثل اللي اسمها اون كليك واز اكتف، ودي دلوقتي لسه احنا ما عملناش بقى اي حاجه. وهنا بيريتيرن بوتون، البوتون اللي احنا هنضغط عليه بالمناسبه. وهنا بياخد الميثود اللي اسمها اون كليك وبيعرض لي هنا التشيلدرن وكل حاجه تمام. وده الانترفيس بتاع التاب بوتون لو انت بتكتب تايب سكريبت. اوكي، نيجي لصفحه الاباوت تاب سريعا كده. فيها تكست ويلكم تو ماي بروفايل كونتاكت، فيها تكست بسيط. ولكن صفحه البوست تاب هي اللي فيها الشغل. بكل بساطه عندي هنا بوست تاب عباره عن آه صفحه مسؤوله ان هي تعمل كرييشن لمجموعه من البوستات، وفي الحاله بتاعتي دي 500 بوست. وكمان بعملهم سلو بوست عشان يبقى كاني بعمل زي ما انت شايف كده لوج، بعمل ارتفيشال سلو ريندرنج. عملنا الموضوع ده قبل كده في هوكس فاتت، عشان بيبقى في عندي ايشوز معينه وبنحاول نحلها يعني، فبنسيميوليت الموضوع. وهنا بكل بساطه هنا ده لوج هيتعرض عشان بقول له يعني اللي انا بعمل ارتفيشال سلو ريندرنج 500 سلو بوست. اوكي، عندي هنا array فيها بلوب عليها، وكل مره الاي بتنكريمنت ببوش السلو بوست، وببص هنا كي عشان تبقى يونيك، والاندكس اللي هو الاي. وهنا برترن او بشغل الايتمز دي جوه اليو ال. ودلوقتي السلو بوست اللي انا بخشها جوه الاري دي عباره عن ايه؟ عباره عن ليت ستارت تايم، بستارت تايم. وهنا بعمل او بدو nothing for 1 millisecond per item to emulate extremely slow code. يعني هنا بعمل اكني بحاكي ان الكود ده قبل كل ايتم لازم يستنى for 1 millisecond per item to emulate extremely slow code. اوكي، وهنا بريتيرن البوست هاش اندكس اللي هو واحد او اتنين او كذا بلس 1. الموضوع بسيط جدا، وكل مره سلو بوست دي بروح ابشها هنا، ومعنى ان انا بستدعي من الايتمز دي هنا معناها ان انا اكني بعرض ال 250 255 قصدي 500 بوست عندي. اوكي، طيب هنا ليه بستخدم ميمو؟ بكل بساطه عشان اقول له لو انا جالي نفس البروب unchanged، يعني البروبس بتاعتي ما اتغيرتش، اعمل سكيب للري ريندرنج. واتكلمنا على الحاجات دي بالتفصيل في هوكس فاتت. اوكي، فانا قلت بس اما استعرض لك الكود ده سريعا. وتعالى كده نفتح الكود. عندي زي ما انت شايف كده عندي صفحة عادية خالص فيها about post slow و context. اوكي، او contact، مفيش مشكلة. عندي دلوقتي about زي ما انت شايف كده welcome to my profile، ودي اصلا الانيشال بيج زي ما انت شايف كده. وعندي هنا البوستس سلو وهنا الكونتاكت. اوكي، فدلوقتي ايه البرفورمانس ايشوز اللي عندي او المشكله اللي عندي؟ لو عملت دلوقتي بوستس وضغطت على الكونتاكت مش هيروح يوصل للكونتاكت وهيعرض لي البوست. يعني دلوقتي ضغطت على الكونتاكت بعد كده بروح للبوست عادي، ولكن لما بروح للبوست واجي اضغط على الكونتنت قبل ما البوست اتحمل ما بينفعش. ليه؟ عشان هو بيعمل بلوكينج لليو اي. او ممكن عادي يروح على الكونتنت ولكن بعد ما يبدا ان هو يعرض
او يعمل كرييشن لل 500 ايتم دول، وده طبعا مشكله كبيره. بكده انا بعمل بلوكينج لليو اي. طب ازاي احل الموضوع ده؟ عن طريق اليوز ترانزيشن. ده المثال بالمناسبه اللي انا بشرحه لك دلوقتي، وتقدر انك تزود على المثال ده بحاجات كتيره. يعني هو بيقول لك في طرق انك تعمل لودنج عن طريق الاز لودنج، هقول لك دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط. وفي حاجات كتيره دوكيومنتيشن سهله وفيها كل حاجه. وده هنا زي ما انت شايف كده بيقول لك use transition is a react hook that lets you update the state، بعمل update للستيت بتاعتي without blocking the UI. يعني لو عندك performance issues زي اللي موجود عندي ده، فلازم تستخدم هنا دلوقتي ال use transition عشان تقدر تابديت الستيت بتاعتك من غير ما تعمل بلوك لليو اي. فده شيء جميل جدا. هنخش هنا هتلاقيه بيقول لك ازاي طريقه الاستخدام. بيقول لك هنا is pending وستارت ترانزيشن، وده الهوك بتاعنا. فدلوقتي هنبدا ان احنا نستخدم اليوز ترانزيشن. وهنا بيقول لك امثله كتيره. بيقول لك البارامترز دي does not take any parameter، اللي هي اليوز ترانزيشن مش بتتيك any parameter خالص، هي بتاخد منها حاجات، بتاخد منها الاس بيندنج والستارت ترانزيشن. والاس بيندنج ده ممكن تعمل عليه بعض العمل، يعني بناء على الاس بيندنج تعمل حاجات معينه، انك تعرض سبينر مثلا زي ما هو عامل هنا كده في الكود، او انك تعمل حاجات معينه. ودلوقتي بقى هنبدأ نستخدم اليوز ترانزيشن هوك عشان نعالج المشكلة من غير، او نابديت الستيت بتاعتنا من غير ما نعمل بلوك لليو اي. الموضوع بسيط جدا. هقول له هنا كونست بتاخد از بيندنج وهنا بتاخد ستارت ترانزيشن، ودي ميثود هنتكلم عليها دلوقتي. وبكل بساطة من اليوز ترانزيشن هنا مش بيتيك اي بارامتر، وده شيء كويس جدا. هاجي اقول له ايه بقى؟ is active if is active. ايه الاز اكتف؟ بكل بساطه الاز اكتف دي اللي انا كنت ببصيها لو انت فاكر، في حاله ان انا في التاب بتاعتي بتساوي اباوت، معناها ان انا دلوقتي واقف في الكومبوننت اسمه اباوت، فانا محتاج اعمل للبوتون ده ستايل مختلف عشان يعني يبقى شكله كده اللي انا بيوضح ان انا واقف في الصفحه دي. وبرضك نفس الموضوع، او لو انا دلوقتي واقف في البوستس محتاج البوتون بتاع البوستس يبقى بشكل مختلف، وهكذا. طبعا انت عارف الموضوع ده يعني. فانا جاي اقول له دلوقتي اعمل لي ريتيرن لايه؟ مثلا خليه لي بول، اوكي، وخليه هنا تشيلدرن. اعمل لي تشيلدرن دي الحاجه اللي انا اكتبها، سواء بقى بوست او او اباوت او كونتاكت، اللي هو التشيلدرن بتاع التاب بوتن. وهنا هقول له مثلا والله خليه الستايل، هغير الكلر، هقول له الكلر خليه لي مثلا جرين، مفيش مشكله، جرين. وبعد كده هقول له كده كل حاجه زي الفل. هقول له كمان لو هو از بيندنج، يعني لسه ما حملش، طبعا انا قصدي هنا على الترانزيشن اللي هيبقى محتاج ياخد لود كبير جدا عشان يتحمل. فانا هقول له هنا في حاله اللي هو از بيندنج خلي لي الكلر جراي، اوكي مفيش مشكله. وعندي هنا بقى ايه؟ محتاج ان انا هندل الستارت ترانزيشن. وبكل بساطه دلوقتي لو انا رحت اعمل اون كليك والكلام ده كله، لسه مش حاجه زي ما هي. البوست لسه هتتعرض ببطء زي ما هي، بس الاكتيف اتعملت وكل حاجه تمام. الكونتاكت لسه هي زي ما هي. البوست بتتعرض، مش عارف اضغط على اللي بعدها، في بلوكينج لليو اي زي ما انت شايف كده. طيب عشان بقى ابدا اظبط او الهوك بتاعي يشتغل بشكل كويس، الستارت ترانزيشن دي لازم اشغلها. ودي فانكشن بكل بساطه هروح للاون كليك، اعمل كده كول باك فانكشن، هقول له الستارت ترانزيشن بتاعتي، ستارت ترانزيشن عباره عن زي ما انت شايف كده start transition بتاخد call back function asynchronous function which goes state update that can be deferred. فانا اقول له هنا بكل بساطه دي بتاخد call back function زي ما انت شايف كده، واقول له شغل لي الاون كليك. الاون كليك دي اللي هي ايه؟ اللي هو واخدها عن طريق البروبس بتاعتها. واللي هو واخدها منين بالظبط؟ واخدها من هنا اللي انا بقول له set tab البوستس، اللي انا بكل بساطه اعرض لي الكومبوننت ده، عشان بناء على بناء على التاب ده انا بعرض هنا الكومبوننت زي ما انت عارف كده. بدل ما كنت هنا بشغل الاون كليك دايركت، لا دلوقتي بشغلها جوه الستارت ترانزيشن واعمل سيف. وطبعا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ريفرش وبس كده يا صديقي. المفروض دلوقتي لما اجي اضغط على البوست سلو وبعد كده اضغط على الكونتاكت، صفحه الكونتاكت تتفتح دايركت ويلغي فتح البوستس هنا وما يحصلش بلوكينج لليو اي. تضغط على بوست سلو كونتاكت، الكونتاكت اشتغلت. بوست سلو اباوت، الاباوت اشتغلت. لو ضغطت على بوست سلو وسبتها تبدا تلود البوست بتاعتي. وطبعا في طريقه احسن من كده، ولكن احنا بنسيميوليت طريقه احسن من كده في عرض البوستس. يعني اكيد مش عندك كل ده، بيبقى في باجينيشن وحاجات من هذا القبيل، ولكن انا بتكلم اللي احنا بنسيميوليشن ان الكومبوننت ده بياخد وقت عشان نقدر نشوف اليوز ترانزيشن. هتساعدنا
ازاي. وزي ما انت شايف كده احنا حرفيا لغينا البلوكينج بتاع اليو اي، وكده كل حاجه تمام. ولو عايز تفهم اكتر اليوز ترانزيشن دي شغاله ازاي، تقدر ان انت تيجي هنا وتجرب كل الامثله اللي موجوده. وطبعا هنا في مرحله البندنج زي ما انت شايف كده اللون اتحول للون الجراي اللي انا عامله. ممكن ما تكتبش هنا تشيلدرن، عشان لو انت فاكر بس اللي انا لازم احط ان التشيلدرن، لا ممكن تقول له هنا لودنج، مفيش اي مشكله. ودلوقتي كده هي بالظبط، بس انا قلت له هنا تشيلدرن عشان انا عايز كلمه بوست دي او كلمه about او كلمه contact تبقى نفس اللون ده. ودلوقتي اعمل ريفرش، سلو بقت لودنج عادي جدا، ما عنديش اي مشكله وكل حاجه زي الفل. وكده ان شاء الله كل الامور تكون واضحه بالنسبه لك. ولو عندك مشكله زي ما قلت لك قبل كده راجع الفيديو تاني، او ممكن تخش على الدوكيومنتيشن. الامر بسيط جدا وبيديك مجموعه من الحلول او مجموعه من الكومبوننتس اللي هتفهمك الموضوع بشكل كويس جدا. يعني عندك هنا ميوزك براوزر، لو ضغطت اوبن ذا باتل ارتست بيج زي ما انت شايف كده ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ان هو يعمل لك لود للمعلومات بتاعته زي ما انت شايف كده بالشكل ده. وطبعا هنا مديك امثله كتيره جدا، الدوكيومنتيشن جميله جدا، فما تقلقش تلاقي كل حاجه ان شاء الله بسيطه بالنسبه لك. وبس كده يا صديقي، كده نكون خلصنا موضوع اليوز ترانزيشن. بس كده يا صديقي، كده ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك اعمل لي لايك وكومنت عشان تعرفني انه عجبك ان شاء الله. ولو انت مهتم برياكت لازم تعمل سبسكرايب دلوقتي وتفعل زر الجرس، عشان ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في محتويات كبيره جدا خاصه برياكت، فلازم كل الاشعارات تجي لك ان شاء الله. نتكلم بقى على ديزاين باترنز، هنعمل ريفاكتور للكود، هنتكلم على كاستم هوكس اللي لازم نستخدمها، وهنتكلم على بقيه الهوكس اللي موجوده في رياكت ان شاء الله في نفس البلاي ليست. فاتاكد انك شفت كل الفيديوهات دي، واستنى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. واللي عايز تدعمني في القناه عشان اقدر استمر ماديا تقدر تدعمني عن طريق بيبال او تنتسب في القناه. والاحسن من ده كله انك تدعي لي دعوه بظهر الغيب. وبس كده يا صديقي، الفيديو انتهى لحد هنا. اشوفك في فيديو جديد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.